السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أثارت حادثة إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في السويد عاصفة من ردود الأفعال غاضبة من دول عربية وإسلامية. وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب الخط المتشدد الدنمارك اليميني المتطرف راسموس بلودان بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية يوم السبت، وعلى إثر قرار استدعاء تنقل سفير السويد لديها وأبلغته إدانتها بأشد العبارات. وذكر التلفزيون السويدي الحكومي أن الصحفي السويدي تشان غفريك عرض على بلودان حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية يوم السبت وضمن تغطية جميع النفقات. وفي تصريح تلفزيوني حكومي ادعى فريك أنه دفع ثمن تصريح التظاهرة الذي تم الحصول عليه من الشرطة، وأنه سيمارس حقه في تغطيتها بوصفه صحفيا. ويقوم السياسي اليمين المتطرف بلدان بأعمال استفزازية عبر حرق نسخ من القرآن الكريم في مختلف مدن الدنمارك منذ عام 2017. وعلى إثر قرار استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السويدي لدى أنقرة ستيفن هيستوما وأبلغته إدانتها للقرار بأشد العبارات. وقالت مصادر دبلوماسية الخارجية التركية استدعت للسفير السويدي على خلفية معلومات تفيد بأن السلطات بلاده سمحت بحرق نسخة من القرآن الكريم غدا السبت قرب السفارة أنقرة. ومن ناحية نبه وزير الخارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله جابر الصباح إلى أن هذه الأحداث من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل استفزاز خطيرا لهم. ودعا الوزير الكويتي في تصريحه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لوقف بالتهديد الأعمال المرفوضة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها. ومن جهتها دانت وزارة الخارجية والشؤون المغتربين في الأردن حادثا الاعتداء، وأكدت رفض إدانة المملكة لهذا الفعل الذي يؤجج الكراهية والعنف ويهدد التعايش السلمي. وأكدت وزارة أن نشر وتعزيز الثقافة الإسلام وقبول الآخر وزيادة الوعي بقيم احترام المشتركة وإيصال قيم الوئام والتسامح نبذ التطرف والتعصب للتحريض على الكراهية والمسؤولية الجماعية يجب على الجميع الالتزام بها. أما الوزارة الخارجية في السعودية فقد عبرت عن إنداد واستنكار شديد مؤكدة على موقف المملكة الثابت والداعي لأهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف.